السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعت لكم بعد فترة كبيرة من الغياب. معلش كان عندي ظروف، ما قدرتش انزل اعمل فيديوهات ولا انزلها. النهارده انا هعمل البيكاتا الاقتصادية اللي بدون كريمة خفق. طبعا احنا عارفين الكريمة غالية ازاي وسعرها غالي ازاي، فانا هعمل لكم النهارده البيكاتا بالفراخ بالكريمة، بس مش بالكريمة، الكريمة الكدابة زي ما بيقولوا. هنا هجيب عندي صدرين من البانيه من الفراخ، وقطعتهم زي ما انتم شايفين كده عشان التتبيله بتاعتي تدخل جوه الصدور. طبعا ده انا كنت غسلاه كويس ومنضفاه ونقعاه في ميه وملح وخل، وبعد كده صفيته وبدات اقطع فيه واعمله. وادي الصدر التاني، صدر الفرخه التاني قطعته نفس التقطيعه بتاعت الاولاني، واحط في التتبيله ديت. هي انا جبت كيس من كنور اللي هو فيه اللي هو تتبيله الفراخ جاهزه، وحطيت عليها ربع كوبايه زيت زيتون وقلبتهم كويس مع بعض. انت لو انت عايزه تتبليها انت في البيت، انت ملح وفلفل ومعلقه قرفه ومعلقه جنزبيل ومعلقه كل دولت معلقه صغيره منهم من البهارات ديت، وتحطيهم مع بعض وبابريكا وتقلبيهم كلهم مع بعض، وهيديكي نفس الطعم ونفس النتيجه. قلبتهم كويس مع الزيت، بعد كده هبدا احط الصدور فيها في التتبيله، وهنحطها في التتبيله حوالي نص ساعه لحد ما تشرب الفراخ، تشرب التتبيله بتاعت اللي احنا عاملينها ديت. احنا هنسيبها دلوقتي في التتبيله، وخلال التتبيله ما الفراخ ما تتبل هروح اعمل الكريمه بتاعتي وهنشوف هي بتتعمل ازاي. هنا خلاص هنسيبها كده في التتبيله نص ساعه، تدخلي كل التتبيله جوه الصدور نفسها علشان تتشرب كلها منها. وهروح اعمل المشروم، هقطعه شرايح طبعا بعد ما غسلته، وفي طبقه كده رفيعه كده بتشيليها من عليه لو انتي هتجيبيه من اللي هو الفريش الطازه، لكن الفريش اللي هو بيبقى معلب ده بتشطفيه بس من الماده الحافظه اللي فيه وبعد كده بتستخدميه. هنا اجيب الطاسه واحط فيها شويه زيت زيتون واسيبهم انها تسخن، وبعد كده احط عليها البانيه. الزيت لازم يسخن قوي علشان تاخد الصدمه بتاعه الصدور على طول مره واحده، ما تلحقش تنزل الميه بتاعتها. طبعا هنا سيبيها بتاع 5 دقايق كده او 3 دقايق على الناحيه دي، وبعد كده تبداي تقلبيها الناحيه التانية. هنا اهو بقلبها بعد كده خلاص اهي، شايفين لونها بقى عامل ازاي كده؟ تمام، اللون ده حلو جدا. بعد كده تعمليها الناحيه التانية، تاخد الصدمه الناحيه التانية، وهشيلها من الطاسه. بعد ما سخنت شلتهم، وهبدا اقطع البصل اللي انا جبته واللي انا قطعته مع المشروم. هديله تشويحه كده في الزيت بتاع الصوص اللي نازل من صدور الفراخ. هنا المشروم والبصل ده بعد ما دبلت البصل شويه اضيف المشروم وافضل اقلب فيه لحد ما يدبلوا الاتنين، يبدا يدبل. نقلب فيهم كده بنفس الزيت والصوص اللي نازل من صدور الفراخ. انا ما جبتش زيت جديد. واول ما الاقيهم بدات تدبل اشيلهم وده فص ثوم صغير حطيته فيها بس من غير ما تقطعيه ولا حاجه، هو بس الفص كده سليم. هشيل الحاجه ديت
البصل والمشروم. نحط معلقة زبدة وشوية زيت في الطاسة ومعلقتين دقيق صغيرين. دي بقى الكريمة اللي بقولك عليها الكريمة الكدابة، في نفس الوقت هتبقى طعمها حلو جدا، مش هتفرقوها عن الكريمة اللباني. تعملي عندك شوربة ولا كوباية شوربة وكوباية لبن ومع مكعب مرقة دجاج، تقلبيهم مع بعض كده. خلاص انا قلبت الدقيق في الزبدة والزيت، وهحط اللبن. دي كوباية لبن، هضيف اللبن واقلبه مع التقليب المستمر ومع النار الهاديه. النار انا موطيه النار عليهم عشان ما تجمدش مني بسرعه. واحط الشوربه، ولو مش عندك شوربه يبقى ميه سخنه ومع فيها مكعب مرقه دجاج هتدينا نفس النتيجه. وده نسيبها تغلي، واول ما تبدا تغلي هضيف البصل والمشروم عليهم، وبعد كده تغلي اقوم حاطه الصدور. اول ما تلاقيها غليت حطي الصدور. انا التتبيله بتاعه الفراخ المشويه انا حطاها على صدور الفراخ، فما احتاجتش احط ولا ملح ولا فلفل في اي حاجه. انا استكفيت بالحاجه اللي موجوده فيها، بالتوابل اللي موجوده فيها. وانا التوابل اللي هي بالظبط لو انت مش هتجيبيها من التتبيله الجاهزه، انا هكتب لك في صندوق الوصف التوابل اللي انت تضيفيها عليها. وهنا طبعا عملت معاها مكرونه وقدمتها مع مكرونه وحطيتهم في سيرفيس كده، وحطيت من الصوص بتاع الكريمه بتاعت صدور الفراخ. ويا رب يكون الفيديو عجبكم والطريقه عجبتكم، وان شاء الله هتلاقوها تعجبكم، وهتكون مستويه من جوه وحلوه قوي وطعمها حلو جدا. ما فرقتش كتير عن الكريمه اللباني بما انها غاليه، فديت الكريمه الاقتصاديه. ومن مطبخ نوني، ويا ريت لايك وكومنت وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد من مطبخ نوني. اشكركم وباي باي.